السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هعمل معاكم طواجن المكرونة النجرسكو بالفراخ. طاسة على النار، احط فيها شوية زيت، ولما الزيت يسخن احط شرايح صدور الفراخ، ده نص كيلو. هحط معلقة صغيرة توم مفروم، بيدي طعم وريحة حلوة للفراخ. هحط نص معلقة صغيرة فلفل اسود وكزبرة وبهارات وبابريكا وملح، واشوح بقى التوابل مع الثوم مع شرايح الفراخ، واسيبهم يستوي شوية. بعد كده اروح حاطه بصلة متقطعة جوليان، وفلفل الوان مقطع جوليان، اشوحهم مع بعض واسيبهم بقى يتشوحوا ويستووا مع بعض. هنا كانت الشرايح الفراخ مع الفلفل الالوان استووا. هعمل بقى البشاميل. احط لتر لبن، عليهم 3 معالق كبار دقيق، هحط 2 مرقة وهضربه. ده بقى البشاميل السريع. والمادة الدهنية بتتحط في الحل، متتحطش في الخلاط. هعمل شفشق تاني، وحطيتهم بقى الاتنين في الحلة. هحط معاهم معلقتين سمنة بلدي او زبدة او سمنة عادية الموجود يعني، ونقلب بقى بالمضرب اليدوي ده لغاية لما البشاميل يستوي ويغلي. وطبعا البشاميل النجرسكو بيبقى خفيف عن البشاميل بتاع المكرونة التانية. اول ما يغلي يبقى كده خلاص ندفع عليه. وهنا كان غلي خلاص. هنا بقى هفضي البشاميل اللي في اللبانة دي، واسيب شوية في الحلة عشان هحط كل المكونات في الحلة. طبعا انا كنت سلقت المكرونة، حطيت المكرونة وقلبتها مع البشاميل. وهنا حطيت حشوة الفراخ، ده زيتون مخلي، وهقلب بقى كل ده مع بعض. بعدين احطهم بقى في الطواجن. هنا كنت حطيتهم في 3 طواجن وصينية. هحط بقى البشاميل فوق الوش، واحط ارش عليهم الجبنة. جبنة بقى انا حطيت جبنة رومي مبشورة، لو في موتزاريلا ماشي، اي جبن. بعد كده احطهم بقى في الفرن متوسط الحرارة، افتح من تحت ومن فوق، وفي في الرف اللي في النص، ولغاية بقى لما الوش ياخد لون زي كده. وبألف هنا وشفا. متنسوش الاشتراك واللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.